موضوع الموالد ابتدى في مصر من زمان قوي، من ايام الفاطميين لما دخلوا، وابتدى كنوع من انواع السوفت بوليتكس الحقيقه، لانه الفاطميين كانوا شيعه والشعب المصري كان سني متشدد للغايه، فقال لك نخش عليهم بالخفيف الطري كده ما دام الشعب المصري اللطيف ده بيعشق آل البيت. فقرروا يعملوا موضوع الموالد، وكان ليه طابع ديني وكان ظريف. كان يعني يبقى شيخ الطريقه الصوفيه من دول ماشي في الشارع، وراه طابور طويل عريض شايلين الاعلام لغايه ما يوصلوا لضريح الراجل او السيده يعني اللي بيعملوا له المولد. وكان بيلم بقى ناس من القرى والارياف وشغلانه، وكان في بيزنس كبير بيتلم حوالين موضوع المولد ده، اللي بقى بيبيع اكل واللي بيبيع لبس واللي بيبيع مشاط وفلايات وبتاع وليله. وكان لانه كان بيقعد بقى كذا يوم وبتاع، وابتدى يبقى فيه قهاوي، والقهاوي الظريفه دي ابتدت تخدم بقى على الناس وبتاع، وشويه شويه كده ابتدى يبقى فيه اللي بيلعب آلة موسيقيه، اللي بيحكي السير الذاتيه، ودي بدايات الفنون يعني في مصر بشكل ما. فين بقى مش اخواننا الفاطميين؟ بس فضلت الموالد قاعده، حبيناها احنا، كيفنا بموضوع الموالد ده، وفضل بقى كل سنه بالذات موالد سيدنا الحسين والسيده زينب، في موالد محدده كده للمصريين حتى الان يعني الحقيقه شغاله معانا. ولكن ابتعدت شويه عن الطابع الديني، وابتدى يبقى في موضوع الانترتينمنت ده زاد شويه، وفضل الحال كده يبقى في الراوي الادباتي الكلام الظريف ده، الى ان جاء واحد ايام الخديوي اسماعيل اسمه عبد الله التركي. وعبد الله التركي ده كان هو تركي عشان كده سموه التركي يعني، وكان اجرودي ما بيطلعلوش بقى شعر وبتاع، وجلده ناعم املس لطيف ظريف كده وبتاع، وابيضاني كده. فكان بيعمل حاجه غريبه الحقيقه، كان بيلبس بدله راس ويرقص زي السيدات. وكان زمان في واحد اسمه الخلبوص، وده كان مع الغازيه، لان الغازيه دي كانت بتعتبر درجه 17، حاجه اكس ريتد تماما يعني في عالم البني ادمين في مصر. العلمه كانت انضف ارقى يعني، ليها ناس وليها بيت وبتاع، ليها علمه يعني حاجه. انما فمساعد الغازيه كان اسمه خلبوص، وده ظهر في كذا افلام. استاذ فاروق فلوكس على ما اعتقد لعب الدور ده باتقان الحقيقه في كذا فيلم يعني. فافتكروه خلبوص في الاول عبد الله التركي ده، ولكن هو يعني تطور جدا ووصل لدرجه انه في فرح الانجال اللي هو كان اشهر فرح في تاريخ مصر، لما الخديوي اسماعيل جوز عياله كلهم لوكشه واحده كده بتاع، فالراجل ده رقص 40 ليله وليله، وكان شهرته تضاهي شهره عبده الحمولي وبتاع، والناس اطلقت عليه في الاول كنا بنقول اطلقوا عليه خلبوص، ولكن بعد شويه كده اطلقوا عليه لقب خوال. وده يعني قعدت ادعبس كده في اللغه العربيه، وخوال اصلها عبد، ولكن كان نوع معين من العبيد لا يمتلك او شيء من يعني بيبقى شيء خاص، فده كان اسمه الحقيقه. وبعد كده الاسم بقى تطور وراح هناك في حته تانية خالص، بس هو اصل الاسم واللي سموه هنا المصريين عبد الله التركي ده هم اللي سموه. فين مشي الدنيا وبقى في فن مهم جدا في القهاوي ظهر، اللي هو الادباتي كنت اتكلمت عليه شويه. الادباتي ده اشهر واحد كان عبد الله النديم، والادباتي ده كان راجل قارئ جيد وكاتب جيد جدا، وعنده قدره شعريه وزجليه وكلام ظريف من ده وبتاع. فكان اشهرهم عبد الله النديم، كانوا يدوا له بقى جمله جملتين ثلاثه كده، والراجل يقول زي ما هو عايز شتيمه في الناس. ودي كانت بدايات كتاباته على فكره في الثوره العربيه اللي فاتت. فضل برضه ماشي حال القهاوي على هذا الاساس الى ان جاء السيرك، وابتدى يعمل حاجه مش ظريفه جدا لدى ابناء الشعب المصري، اللي هو يجيب بقى ناس عندها عيوب خلقيه معينه ويظهرها، اللي اقصر شويه اللي اطول شويه وهكذا يعني. ومع الزمن كل فن خد سكته، والمسرح ابتلع عدد كبير من هذه الفنون يعني، ومنها بقى اللي اختفى خالص زي موضوع الادباتي وموضوع الراوي والربابه والحاجات اللطيفه دي، وتطورت مع التطور الطبيعي للحاجه الساعه، واصبحنا في زمن ظريف يقول لك ايه 7 الشبشب ضاع وكده يعني.